حارس مرمى كتفوق على المهاجمين في تسجيل عدد الاهداف. البلان حقيقي، ولكن كيفاش؟ في عالم كرة القدم الحراس غالبا كيتميزوا بتصدياتهم الحاسمة ولا بعدد لي كلينشيت اللي كيديروهم في المباريات، لكن الحارس ديال اليوم هو الاستثناء اللي كسر القاعدة. فشكون هو هذا الحارس؟ الجواب هو معلومات حلقة اليوم الاكسترا تايم اللي غادي نكتشفوها كاملين في نهاية الفيديو. فقرة ديال الفار اليوم برعاية المنتخبات الوطنية، والبداية بالمنتخب الوطني الأول واللي تم الإعلان على برمجة لقاء الودي القادم ضد منتخب البحرين استعدادا للاستحقاقات القادمة ولأهم كأس أفريقيا في أرضنا وأمام جمهورنا. المباراة الودية واللي خلقت نقاش كبير حول مدى صلاحية منتخب البحرين لمواجهة الأسود في هكذا ظروف، بين اللي رفض إجراء اختبار من هذا النوع بحجة ضعف المنافس، وبين اللي كيقول أن العذر هو عدم وجود منتخب في التوقف الدولي القادم نظرا لالتزام كافة المنتخبات بالإقصائيات. كون المغرب يلعب في مجموعة ناقصة من المنتخب بعد انسحاب منتخب إريتريا في وقت سابق. وانتوما شنو بان لكم في الموضوع؟ من المنتخب الاول الفيفا اللي كيوجد المشاركه في كاس العالم القادمه بالاراضي التشيليه، والعين على مواصله صحوه الكره المغربيه في الاونه الاخيره وتشريف الرايه المغربيه كما ينبغي. الاطار الوطني محمد وهب استعدادا لهذه التظاهره العالميه. على اللائحه هي الاخرى لم تخلو من المفاجات، لاهمها كان اسقاط اسم عميد هذه الفئه معاد الضحاك، مع الإشارة لأن البطولة العالمية غادي تلعب في الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر. بعيدا عن أشبال الأطلس، المنتخب الرديف في انتظار انطلاق نسخة جديدة من كأس العرب للمنتخبات. الفريق بقيادة طارق سكيتوي المتوج مؤخرا بكأس افريقيا للمحليين، هذه المرة قد يكون مدعم بلاعبين مغاربة محترفين في الدوريات العربية على غرار: سفيان رحيمي، مراد بطلة، وعبد الرزاق حمد الله. بهذه التعزيزات، واش في نظركم المنتخب الوطني قادر يتوج بالكأس العربية للمرة الثانية في تاريخه ولا لا؟ 14 نوفمبر 2012، المكان ملعب فريندز أرينا في ستوكهولم السويد. الحدث مباراة ودية كتجمع بين منتخب السويد ومنتخب انجلترا. الدقيقة الأخيرة من المقابلة والحارس الإنجليزي جوارد خارج من مرمى بعيدا عن منطقة الجزاء بغرض قطع الكرة بالرأس. كرة ارتفعت عاليا في الهواء بعيدا عن منطقة الجزاء بحوالي 30 متر. فجأة زلاتان إبراهيموفيتش ارتقى للخلف وسدد مقصية خلفية خيالية من بعيد جدا. الكرة طارت بشكل مقوس وسكنت الشباك قبل ما يوصلوا لها المدافعين ديال المنتخب الانجليزي. ردة فعل قوية داخل الملعب كامل انفجر بالتصفيق والدهشة، وحتى لاعبي منتخب انجلترا وقفوا مصدومين وما صدقوش الامر اللي طرا قدام عينيهم. الهدف صار ايقونة وفاز بجائزة بوسكاس سنة 2013. فعلا هدف زلاتان إبراهيموفيتش بضربة مقصية من هذه المسافة البعيدة على مرمى الخصم، ماشي هو الهدف الوحيد الأسطوري للنجم السويدي. حارس مرمى متفوق على المهاجمين في تسجيل أهداف. البلان حقيقي، ونهضر اليوم على الحارس البرازيلي روجيرو سيني اللي تزاد سنة 1973 وقضى مسيرته الكروية تقريبا كاملة مع فريق ساو باولو البرازيل. في التسعينيات المدرب ديالو لاحظ أنه متفوق جدا في تنفيذ الركلات الحرة ومنحو فرصة تسديد الضربات الثابتة، ومع الوقت روجيرو سيني أصبح هو اللاعب الأساسي لتنفيذ الركلات الحرة بدلا من المهاجمين. حارس الهداف واللي قدر يسجل 131 هدف رسميا، رقم يعتبر قياسي عالميا بالنسبة لحارس مرمى. أهداف كانت كلها من ركلات حرة وضربات جزاء. روجيرو سيني واللي اعتزل سنة 2015 على عمر 42 عام. فعلا هو حارس إعجازي نظرا لكونه حارس أساسي وفي نفس الوقت هداف خطير. وقصة الحارس البرازيلي روجيرو سيني كنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم الاكسترا تايم. إلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي كومونتير، تابوناو، تهلاو.